أهلا بكم. ماتش بعنوان فتوح يبقي الزمالك في الترتيب والحفاظ على المركز الثاني والمنافسة مستمرة. مباراة قبل الدقيقة 61 شكل، وبعد الدقيقة 61 شكل تاني خالص. أسوأ مباراة للزمالك قبل الدقيقة 61 وأفضل مباراة للزمالك بعد الدقيقة 61. والسر في التحول ده هو تغييرة فتوح وأحمد شريف ومحمد السيد. نزلوا غيروا شكل الملعب. شوف هنا بقى ديناميكية نص ملعب نادي الزمالك وتوزيع ونقل الكورة والفعالية الهجومية اللي كان سببها فتوح. فتوح حرك الملعب حرفيا، بقى ياخد الكورة بيوزعها يمين وشمال، غير انه سريع وعنده رؤية في الملعب، يشوف مين اللي فاضي ويديله الكورة. لعب قصير تلاقيه، لعب طويل تلاقيه. بصراحة هو غير من شكل الفرقة في شوط تاني. لحد الدقيقة 61 الزمالك عمل فرصة واحدة حقيقية، واللي عملها مدافع نادي الزمالك الونش في الدقيقة 40، وكمان من متابعة بعد كرة ثابتة. الزمالك طول الشوط الأول ولحد الدقيقة 61 ما عندوش أي شكل أو نمط. كل اللي بيعمله كوره طوليه ومعظمها بيطلع غلط، نص ملعب بطيء، لا بيمسك كوره ولا بيعمل اي تحولات، وكمان ازدواجيه في ادوار بعض اللعيبه. عدي الدباغ وناصر منسي محدش عارف مين بيلعب فين. بنزيرة مستخبي في نص الملعب بدون اي فعاليه هجوميه. الشكل والادوار اللي في نص الملعب كانت كالاتي: شحاته واسماعيل وعبد الله السعيد في حاله عدم تمركز واضح، محدش عارف مين بيلعب فين. السبب في ده هو محمد اسماعيل، يعني طالما موجود بره محمد السيد واحمد ربيع، ليه الاصرار على محمد اسماعيل انه يلعب في نص الملعب؟ بدايه الشوط الثاني كابتن معتمد جمال ادرك ان عنده محمد سيد، بدله على طول مكان محمد اسماعيل، ومع ذلك فضل نص الملعب مكلبش لحد دقيقه 61. التغييره اللي قلبت شكل الملعب وخلت الزمالك بقى عنده فعاليه هجوميه وحررت ناصر منسي وبنتايك. نزل احمد شريف مكان عدي الدباغ، وفتوح نزل مكان عبد الله السعيد. فتوح بقى رقم 8 او 10. الدورين قريبين من بعض، كان بيلعب الاثنين. بنتايك ناحيه الشمال بقى ليه ادوار هجوميه، لان شحاته ومحمد السيد بيلموا ورا الجناحات وقافلين نص الملعب كويس جدا، فادى فرصه للباكات انها تتقدم ويبقى ليها فعاليه هجوميه. بنتايك عمل العرضيه اللي جه منها الهدف، وعمر جابر عمل فرصه خطر جدا بعرضيه صدها الحارس. نص ملعب نادي الزمالك بعد دقيقه 61 بدا يمسك الكوره ويعمل تحولات ويعمل خطوره. ساعده في ده فرديه اوكا لاعب حارس الحدود اللي كان بيمسك الكوره كتير جدا وبيلف حوالين نفسه من ناحيه شمال، والكوره بتقطع منه وبتبدا من خلالها التحولات. كمان خروج افضل لاعب في حرس الحدود من وجهه نظري عبد الله حافظ، اللي انا مش عارف هو كان مصاب ولا كان ايه. كابتن معتمد جمال كان شايف الملعب كويس وتغييراته حققت فعاليه. جت النتيجه متاخر، لكن الزمالك كسب بهدفين. هدف الزمالك الاول جه من تحول، يعني الكوره دي كانت هجمه لحرس حدود. نشوف اتنين ارتكاز الزمالك، شحاته ومحمد السيد. محمد السيد قطع الكوره وشحاته اداها في المساحه الفاضيه لبنتايك. بنتايك في 1 2 مع شريف. ونشوف بقى على الناحيه التانيه فريق حرس حدود مش مرحل لعب، في مساحات فاضيه في الناحيه التانيه. طبعا بنتايك رفع اوفر في المساحه الفاضيه، استغل المساحه ديت فتوح بهدف رائع. نشوف الهدف الثاني، كرة طويلة جابها الونش براسه، لكن شوف ثلاثي نص الملعب وتحرك ناصر منسي اللي خلى فتوح بكورة يوديه انفراد، اتعامل معاها بذكاء بصراحة بهدف من قطعة كورة وثلاث لمسات. ومع ذلك في مشاكل فنية في نادي الزمالك اللي لازم يعالجها، وخصوصا قبل مباراة بيراميدز، لأنه هيكون ماتش صراع مراكز. الفرقتين بنفس النقط، الفرق تقريبا 3 أهداف أكتر لنادي الزمالك. مشاكل فنية لنادي الزمالك هي إيه؟ واحد، بنزيرة لاعب جناح يمين، خطورته في انه مهاري سريع، محتاج مساحه يجري فيها، وبيتحرك صح جدا في الهاف سبيس، ما ينفعش تخنقه في نص الملعب، مش هيبقى فعال. اتنين، نص ملعب الزمالك سواء شحاته او عبد الله سعيد او محمد اسماعيل بتوع الشوط الاول، ومحمد السيد واحمد ربيع وفتوح بتوع الشوط الثاني، كل دول لعيبه كوره، بتستلم وبتسلم كوره على الارض زي ما الكتاب بيقول. ليه الكره العاليه الطويله؟ الزمالك النهارده لعب 60 كره طويله، منها 26 كره صح والباقي غلط، يعني بنسبة 44% صح. 3، اللعب مع الفرق القوية، الظروف مش هتساعدك 60 دقيقة وانت بالشكل ده في انك تحافظ على التعادل، ساعتها الرجوع هيبقى صعب جدا.
رجل المباراه من وجهه نظري مش الونش. هو عمل ماتش جيد، لكن عندك لاعب سجل هدف وصنع هدف، فتوح ازاي ما يكونش رجل المباراه؟ مش فاهمها صراحه. مبروك لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك في الحفاظ على المركز الثاني والابقاء في المنافسه على الدوري. ده كان تحليل اليوم. لو عجبك التحليل رجاء لايك وشير، واستناني في تحليل جديد ان شاء الله.